واخد المكان ده كله بتاعك، اللي هي الأوضة اللي جوه دي، والمطبخ والحمام. ده بقى اللي بيبقى يعني بنقفل الباب ده، بس أنا دلوقتي فاتحه لو عايز تقعد تحت في الكافيه. لكن المكان بقى كله ده برايفت بتاعك، بس تيجي توالتك. وبعدين نطلب الفطار بتاعنا بقى، الفطير والعسل والطحينة والجبنة والحاجات الجامدة دي. مفيش حتى تكييف يعني مروحة سقف كلها. احنا مش ضحايا، احنا برضه فينا حاجات وحشه، فالواحد يركز على نفسه ويحسن منها، ولو في علاقه مع شخص كويس ما تسيبوش ما تسيبوش، وحافظوا على بعض، محدش يأذي التاني. يعني الدنيا مش مستاهله، هي فيها الواحد مش مستاهل. واصلا انت لو ما عرفتش تستمتع وانت لوحدك، يبقى انت مش مستعد ان انت تدخل في علاقه. انت مش متصالح مع نفسك، ما بتحبش نفسك. احيانا ببقى بهرب من الواحد، انا اروح اختار اي حد عشان بهرب من الواحد، ولو لقى حد بيحبه بيحاول يغيره ما بيفرطش فيه ابدا. لكن شخص بيقول لك لا كوني زي ما انا وعادي، وانا صفاتي وحشه وانت اخدني صفاتي الوحشه، لا ده مش هو ده اللي كمل معاه، لان ده مش عايز يحسن من نفسه، لا لنفسه ولا علشان. لكن انا عمال اقول له لا اتغير، لا ده انت فيك، ده انت صفاتك، ده انت طباعك. بص حاسب نفسك برضه، شوف ان ممكن ابقى انا اللي مؤذي، ممكن انا اللي بعمل ده، ولازم نتنازل لبعض. يعني ما فيش حاجه اسمها لا انت خدتني كده، ده انا كان فيها طبع ده من الاول. طب ماشي معلش، في حاجات ناس في طباع كويسه وفي طباع وحشه، انا واخدك علشان الطباع الكويسه دي والوحش نحاول نعدله مع بعض. مش حاجه اسمها زي ما انا، لا ده يبقى شخص بجد، والله العظيم ده مرض. انت شخص مريض لو انت كده. انا غلطت، انا لو رحت صلحت المغلطه كده، انت كده راجل، وانت كده انثى. يعني ده ما يقللش من ابدا من الانسان اللي غلط يروح او يعترف الاول ان هو غلطان ويصالح بنفس الطريقه اللي زعلت بيها. يعني انا قلت لك كلام جارح سلختك، مش ولا معلش انا كنت عصب بس شويه، لا ايه اللي يرضيك وانا اعمله؟ لان انا اهم حاجه عندي راحتك. زي ما قلت الواحد ما يخافش من لحظه، الواحد مش وحش والله العظيم، مش دايما الواحد يبقى وحش، ملهاش لازمه كل شويه تقعد توجع في نفسك وبعدين تقول لا ده هو يتغير، ده هو يبقى احسن. ما حدش بيتغير عشان حد، ما فيش والله. انا يعني الواحد شافها مع كتير. خلصنا سينا، وبعدين شفت المكان الجميل ده في الفيوم. لقيته على بوكينج، وبعدين قلت ايه ما اجي نكمل هنا كام يوم كده. مكان اللي هو زي معمول بطريقة ريفية. انا بحب الاماكن والاجواء اللي هي اللي زي كده دي. وهناك كمان يعني لو الجبال والبحر بقى اروح طبعا اصور لكم. كان خطير، قعدة عربي. هنا بيبقى الفطار بقى الصبح، يعني نجيب فطير وعسل ومش الفطار اللي هو المصري الجميل ده. ممكن تاني يوم نجيب مثلا فول وطعمية وعسل وطحينة برضه، شغل من ده يعني. وهنا طبعا في ايدي أوضة لسه مرتبتش حاجتي، المطبخ، حمام، أوضة تانية. كان بسيط جدا معمول أبسط الحاجات، بس أنا بحب الأماكن اللي زي كده. شوية بتبقى طالبة فنادق فخمة، وشوية بيبقى الواحد عايز مكان زي ده يستجم فيه، شوية استرخاء كده. مفيش حتى تكييف يعني مروحة سقف كلها. بس بصوا فن، والله العظيم فن. لا حاجة خطيرة. صور بقى، ممكن نعمل فيديو هنا دلوقتي الأجواء الحلوة دي. وبعدين نطلب الفطار بتاعنا بقى، الفطير والعسل والطحينة والجبنة والحاجات الجامدة دي. بجد نفسي تشوفوا، بس هو عشان في شبورة بحر اهو، أو بحيرة يعني، مش عارف دي بحيرة ايه، بخش اشوفها كده. هناك في الجبال بقى بجد المنظر هناك خطير. هنا باينة شوية، ما تقلش جمال عن سينا والله. ازاي الواحد ما كانش يعرف المكان ده، وازاي الواحد ما جاش في يوم قبل كده. يعني كنا بنروح وادي الريان بس، لكن الاماكن اللي زي دي مظلومة جدا. انا براجع الفيديو دلوقتي، شفت تقريبا زي ما يكون في مرجحة هناك، هصورها اشوف كده اتاكد. انا لسه جاي، لسه بستكشف المكان. طبعا واخد المكان ده كله بتاعك، اللي هي الأوضة اللي جوه دي، والمطبخ والحمام والقعدة، كل ده بتاعك. وفي هنا تحت كافيه، ده بقى اللي بيبقى يعني بنقفل الباب ده، بس أنا دلوقتي فاتحه لو عايز تقعد تحت في الكافيه. لكن المكان بقى كله ده برايفت بتاعك، عايز تيجي توالتك. واحد يجي ممكن برضه يستجم هنا مع مراته اللي هي مش موجودة، بس ممكن يجي. أعتقد هي دي المرجحة اللي أنا شفتها في الفيديو.
الحاجات دي يا جدعان خطيرة والله العظيم. هل هي شغالة بقى؟ هجرب كده. لا بشوف الموضوع ده بره الفيديو عشان لو قاعد بيها مبقاش. بس مكان خطير مش كده؟ عايشين هنا بقى. ده في برضه لسه قدام أماكن جميلة قوي وبعدين وأنا جاي البحيرة دي شكلها حلو، نسيت برضه بص على اسمها، شكلها حلو قوي، والجبال اللي هناك دي شبه، والله شبه دهب شوية. استنى اصور لكم الكافيه، اتمنى بس الراجل ما يبقاش واقف عشان مظهرش. تحت هنا الكافيه بقى، بصوره بالليل ما بنزل عشان اشوف بقى، عشان لو في حد تحت ولا كده. استنى ما نقفل الباب ندي شوية برايفسي كده احسن. الغريب بقى دي شباشب مين؟ معرفش، كان حد كان ازاي هنا معرفش. احنا ليه بنكمل في علاقات واحنا عارفين انها مؤذيه؟ والواحد حتى بيبقى في نص العلاقه حاسس ان هو مش عارف نفسه، مش مرتاح. طيب ده بيجي بسبب التعلق. واحنا ايه اللي خلانا من الاول اصلا نتعلق بالشخص ده لو هو مؤذي؟ عشان كده الواحد لازم الاختيار دايما يبقى من الاول، يبقى هو عارف بيحب نفسه الاول قبل ما يروح يختار، ويبقى عارف هو عايز ايه وايه الحاجات اللي هو محتاجها، عشان ما يبقاش مع الشخص الغلط، او يبدا مع حد بس لمجرد ان هو شده او ان هو اعجب بيه ويروح يتكلم معاه لحد ما يحبه او يتعلق بيه حتى، فيجي بعد كده يبقى مكمل في العلاقه وهو عارف ان انا مش مرتاح، بس في نفس الوقت مش قادر ابعد، عايش معاه دايما حاسس ان انا مش على طبيعتي. بس انا من غير يعني بيبقى ادمان. لو ما اذانيش النهارده احس ان انا في حاجه غلط، انا ناقصني حاجه. فاعتقد ده بيبقى سبب ان الواحد فعلا من الاول اختياره ما اختارش بناء على اللي يريحه. شاف شخص شده، حس ان هو معجب بيه، للاسف راح استسلم، حبه. ف... فالمفروض الواحد يبقى بيحب نفسه الاول، وابقى عارف انا عايز ايه والشخص اللي يريحني شكله ايه، وقبل ما اتعلق بحد او اروح ابقى مع شخص انا مش هبقى مرتاح معاه، اشوف الشخص ده اقيمه، مش هعمله امتحانات يعني واقعد اختبر فيه والكلام اللي بنقعد نعمله ده، بس على الاقل ابقى عارف ان هو انسان سوي. واحيانا كمان بنبقى احنا يعني بعد ما بقينا مع الشخص ده وتعلقنا بيه واحنا عارفين ان العلاقه دي مؤذيه واحنا مش مرتاحين، بنكمل بس لمجرد ان احنا مش عايزين نبدا مع الشخص من الاول. انا خلاص انا الشخص ده على الاقل انا بقيت عارف طباعه وانا متقبلها، مش لكن انا لو رحت بدات او شفت انسان جديد ما انا ما اعرفش، ما يمكن يبقى فيه العيوب دي، يمكن يبقى فيه عيوب تانية، طب ده على الاقل انا عارف عيوبه ايه. لا نقول لنفسنا كده، بنضحك على نفسنا، اوهام يعني، ده كله مش حقيقه. لا ليه؟ انت ممكن يعني لو سبته بدات مع واحد تاني تبقى احسن لك بكتير، لان احيانا انت في حاجات ما انت قلت له خلاص وعارف انت ايه اللي بيضايقك وايه اللي بيزعلك، بيقعد يقرر وانت تقول له تاني ده انا الموضوع ده بيأذيني، هتلاقيه بالظبط اللي انت قلت له ده بيأذيني بيعمله بالظبط. ف... فلا يعني احيانا خوفنا من الوحده يخلينا نكمل في حاجات احنا مش مرتاحين فيها، او عامه هو الفقدان او الواحد يمشي من حاجه ويطلع من حاجه، وده صعب حتى لو الواحد في شغلانه
مش مرتاح فيها، مش هو ده، مش حاسس ان انا ده الشغل اللي انا المفروض ابقى فيه. بس انا خايف، يعني بيبقى خوف برضه، انا خايف لو مشيت من الشغل ده ممكن ما الاقيش شغل احسن منه. طب ان الشغلانه دي، طب انا على الاقل قدرت اطبق عليها، قدرت اعرف الناس هنا وكده، انا مش مرتاح بس انا ما اعرفش بره. فاحيانا بيبقى خوف برضه، خوف من الوحده، خوف من مش عارف، مش هلاقي الحاجه اللي انا عايزها. بس المفروض الواحد يعني يبقى عنده الجرأة انه يقدر في الوقت اللي هو انت خلاص انت حاولت عملت كل اللي عليك، لا المفروض امشي. ما انا مكمل ليه؟ لا المفروض يبقى في وقت. حتى هتلاقي الناس اللي حواليك ما بيقولوا لك، يعني لو الناس بتحبك فعلا وناس سويه، عشان مش اي حد يخلي، مش اي كلمتين حد يقوله لنا نقوم سايبين اللي احنا معاه ونسيب الشغلانه او نسيب الرياضه او الهوايه او اي حاجه احنا فيها علشان بس حد قال لي لا. لكن لو هو حد فعلا انا حسيت اصلا من الاول من نفسي ان لا انا مش مرتاح للحاجه دي، انا مش مبسوط وانا فيها، انا مش ده انا دي مش شخصيتي ولا دي الطريقه اللي انا بتعامل بيها. انا حاسس ان انا مش حاسس ان دي مش ذاتي. فلاقي حد كمان جاي بيقول لي ده انت ما كنتش كده، عمرك ما كنت كده، انت ليه دايما ساكت؟ آه، انا المفروض، فده بيبقى اشاره، يعني انت خدت بالك ان انت مش مرتاح واللي حواليك بيقولوا لك انت مش مرتاح. طب مستني ايه؟ لا بجد مستني ايه؟ قاعد في الوظيفه او الشغلانه اللي انت فيها دي، طب انت مش مرتاح فيها، مش حاسس بقيمتك فيها، محدش مقدرك فيها. اه ماشي، احيانا بيبقى مسؤوليه وكده، والمفروض قبل ما طبعا ما تمشي من الشغلانه اللي انت فيها دي تبقى شفت فرصه احسن. لكن في العلاقات مش كده. يعني ما ينفعش ان انا استنى ان انا الاقي واحده احسن. اولا ده هتبقى كنوع من خيانه للشخص اللي معاك. يعني لو هتسيبه ده احسن، وبقى معرفه ان انت هتسيبه لان بسبب كذا كده. انا بعد طبعا بكون حاولت معاه كتير، ده انا قلت له حاولنا نصلح ونقول لناس طيب، عملنا بكل طرق ان احنا نحاول نصلح، بس ما فيش. زي ما قلت لكم لا ما بلاش موضوع طبعا تدخل الاهل او كده، بس رحنا اتكلمنا مع شخص فعلا شخص حكيم او كده ومالوش، يعني هو مش من طرفي ولا من طرفها. وجيت اتكلمت معاه وقال لك لا يعني خلاص ما فيش يعني، او قال لك على خطوات وانتوا جيتوا تمشوا عليها ما لقيتوش برضه في اي نتيجه. فلا انت مرتاح ولا هي مرتاحه، او ممكن تبقى انت مرتاح وهي مش مرتاحه، او ممكن العكس. لكن في وقت بيبقى لازم الواحد يمشي فيه. ما تقعدش تأذي في نفسك، ما لهاش لازمه كل شويه تقعد توجع في نفسك وبعدين تقول لا ده هو يتغير، ده هو يبقى احسن. ما حدش بيتغير عشان حد، ما فيش والله. انا يعني الواحد شافها مع كتير، حتى ده ممكن يبقى صاحب او ممكن مش لازم يبقى علاقه جواز او علاقه خطوبه او كلام من ده. ممكن يبقى واحد صاحبك انت حاولت تتغير فيه كتير وكده، بس هو خلاص هو ده طبعه يعني. وهو لو هو مش عايز يغير من نفسه مستحيل انت هتغيره. يعني هو نفسه مش عايز يتغير، هتغيره انت ازاي؟ لو بيموت فيك والله، او ممكن يومين ثلاثه ده انا ابطل الحاجه اللي كانت بتزعلك، ده انا ممكن اتغير واقول لك كلها عقود، وهتيجي تبص هتلاقيه رجع تاني كان اسوء من الاول. ويقول لك لا انا هي كده تقبلني ما تقبلنيش، او انت اناني انت عايز. هتلاقي والله لازم تقول لك كلام يعني انت الحاجات دي بتاذيك. انت المفروض اللي هو اصلا بتبقى فيها احيانا حاجات اللي هو طبيعي، انا من غير ما اقول لك انت المفروض تعمل كده. انت المفروض ما تحسسنيش ان انا دايما قليل، ما تحسسنيش بغيره، ما تحس... انا عايز احس بقيمتي واحس ان انا عايش حياتي، مش دايما ضغط عليا. ولازم نتنازل لبعض، يعني ما فيش حاجه اسمها لا انت خدتني كده، ده انا كان فيها الطبع ده من الاول. طب ماشي معلش، في حاجات ناس في طباع كويسه وفي طباع وحشه، انا واخدك علشان الطباع الكويسه دي والوحش نحاول نعدله مع بعض. مفيش حاجه اسمها انا زي ما انا، لا ده يبقى شخص بجد والله العظيم ده مرض. انت شخص مريض لو انت كده. لو حد جاي بيقول لك انا مش مرتاح، احنا في علاقه دلوقتي واحنا بنحاول احنا الاثنين ان احنا نحسن من نفسنا عشان بعض. طيب انا عمال اهوت بحاول، انا كان فيا وفيا وحاولت اغير من نفسي، انت ما حاولتش، يبقى انا كده يبقى العلاقه دي مش ناجحه. لما تبقى من طرف واحد هو اللي عمال بيحاول والتاني لا انا زي ما انا، انت مش واخدني كده ولا مش حاجه اسمها كده. فما فيش حاجه اسمها تاخدني زي ما انا، لا المفروض بنتنازل لبعض. وفي حاجات احيانا والله مش بيبقى تنازل، لا ده في حاجات انت بالعكس، ده انت بنتحسن عشان بعض. ما نزلتش ولا حاجه. الناس دي مثلا لو انت بتحب مثلا القعده في البيت اكتر، لكن انا بحب الخروج، خلاص احنا النهارده هنقعد في البيت عشان انت بتحب كده، النهارده احنا هنخرج عشان انت بتحب كده. يعني ده اللي يبقى فيه تنازلات. لكن في حاجات يعني في شخصيتنا يعني لا انا المفروض انا احسن من نفسي، زي ما انت مثلا بتزعق وعصبي وكده، لا انا احاول احسن من نفسي، مش حاسس انا زي ما انا، لا يبقى انت كده لا انت اصلا بتحب نفسك ولا انت عايز تطور منها،
ولا انت عندك عايز تسمع. لا هو يعني خلاص اي حد يجي ينصحك انا لا انا قابل نفسي وكده، فصدقني انت مريض او يعني ده مرض، ما تعملش كده. على الاقل لو لقيت الانسان اللي قدامك ده بيحبك وعايزك فعلا تتغير، احيانا والله بيبقى لنفسك قبل ليه، واحيانا بيبقى علشان العلاقه تكمل نبقى احنا الاثنين مرتاحين فيها. ما حدش بيبقى عايز يكمل في علاقه وهو مش مرتاح فيها. ولو كملت يعني هيجي في وقت اللي هو لا انا هبقى احسن نسخه، فانت ممكن تزهق او ممكن انا لا ازهق. الاثنين هيبقى في دايما مشاكل، فانت كده يعني انت اللي خسران. انت لو ما استثمرتش في العلاقه دي يبقى انت اللي هتخسر. لو مش كل واحد داخل ان هو انا احاول اخلي العلاقه دي احسن حاجه، واحاول اطلع احسن نسخه من نفسي عشانك، وانت تطلع احسن نسخه من نفسك علشاني، يبقى ما كنتش دخلت العلاقه دي. فالواحد عمل كل ده وكده ولقى ان الشخص اللي قدامه ما نمشي بقى، يعني مكملين ليه؟ وليه احيانا احنا ما بنحسبش نفسنا؟ ليه ما بقاش انا الانسان المؤذي؟ ليه دايما اجيبها في اللي قدامي؟ ليه عمر الواحد يعني ليه عمرنا فكرنا لا ده انا المؤذي، ده انا بعمل كده، انا ايه ده انا بضغط عليه، ده انا بحمله حاجات فوق طاقته، حاجات اللي هي حاجات المفروض مش ان هو انا عايزك احسن وكلام من ده. في حاجات من دي وبندي لها وقت، لكن في حاجات اللي هو لا انا دايما احنا محسسك ان لا انت مش كفايه، انت مش كويس، مش احسن حاجه يعني. مش بحسسك بقيمتك، دايما بحسسك بضغط، او انت عايش بتعمل ايه، ده انت مالكش لازمه، ده انت كده. فانت حاسس دايما ان انت قليل. فانا ممكن ابقى انا المؤذي. يعني ليه ما بنحسبش نفسنا؟ وطبعا كلنا مؤذيين، واحيانا بنأذي الطرف اللي معانا من غير قصد. بس المفروض انا كل شويه اقوم واخد بالي طب هو زعل ليه؟ ايه اللي وجعه؟ انا ليه لما قلت له كلمه؟ طب وانا لما زعلته وانا مش بحبه، انا ليه مش بصالحه؟ انا ليه ما بحاولش اصلح الكلام اللي انا قلته له؟ كلام يجرح وكلام يوجع. ليه ما احاولش اصلح الكلام ده؟ او زي ما انا تفننت في الكلام الوحش واللي وجعه، ليه ما اروحش اصلح؟ هو ده هيقلل مني ايه؟ انا غلطت، طيب انا لو رحت صلحت من غلطي كده انت كده راجل، او انت كده انثى. يعني ده ما يقللش من ابدا ان الانسان اللي غلط يروح او يعترف الاول ان هو غلطان ويصالح بنفس الطريقه اللي زعلت بيها. يعني انا قلت لك كلام جارح سلختك، مش معلش انا كنت بتعصب بس شويه كده، لا انت زي ما وجعتني بالطريقه دي تيجي تصالحني بطريقه برضه انا اهدى بيها فعلا. انا زعلتك وقلت لك كلام يجرح وغلطت فيك وعملت، لا اجي اعتذر لك، اقول لك لا طب خلاص اخرجك خروجه، انا اسف، طب شوف انت ايه اللي يرضيك، ايه اللي يرضيك وانا اعمله، لان انا اهم حاجه عندي راحتك. كل واحد المفروض كده. فاحنا ليه مش بنحاسب نفسنا؟ ليه ما بنبصش؟ ليه دايما بنعيش احنا بدور الضحيه؟ ليه ما بشوفش اللي قدامي ده بيفكر في ايه، او هو بيحب ايه، او عايز ايه، او ليه ده مضايقه، او هو ليه مش مرتاح، او احيانا هو ليه بيتعامل بالطريقه دي. فكل واحد دايما بيبقى عايز لا انا عايز كذا، انا ابقى مرتاح لما اعمل كذا. ما ابصش الا لنفسي، لا المفروض انا في علاقه، انا اشوف انا ابص لنفسي عشان احسنها، اطلع احسن حاجه مني، واحاول اطلع احسن حاجه منك، وانت تحاول تطلع احسن حاجه مني. مفيش حاجه اسمها احنا زي ما احنا، ومفيش حاجه اسمها لا انا دايما عايز. لا المفروض ادي. وبلاش برضه ان احنا نبقى بنقول كلام احنا مش قده. انا بحبك وبعشقك وبموت فيك وهسيب الدنيا كلها علشانك، تيجي تبص تلاقي ان ايه ده انت كلامك افعالك مش مع كلامك خالص. انت عمال بتقول كلام مفيش، ما شفتش اي فعل. في ناس بيبقى كلام طبعا بالنسبه لها اهم، وده كانت من العيوب اللي فيا، ان انا للاسف ما كانش لساني احسن حاجه، اللي هو مش بقول كلام دايما حلو، بس انا بعبر دايما بحب الافعال. مش شرط افعال ليها هدايا او كده، لا بحاجات كتير. يعني ممكن تلاقيني اضحي مثلا بوقت كان شغل، يوم كامل شغل علشان اقضيه معاك. احاول اسيب انا كنت رايح خروجه وكده اكنسل لها علشانك. احاول دايما اشوف التفاصيل اللي انت بتحبها واحاول اعملها لك افعال، بس للاسف ما كانش كلامي يعني احسن كلام. وطبعا البنات بالنسبه لها الكلام مهم جدا، مش هقول اهم من الافعال. انا لو واحد بيتكلم وخلاص وهود او كده مش، لا بس الكلام مهم برضه، يعني ما يبقاش افعال بس، ما يبقاش كلام بس. انا بقول الكلام ده لنفسي، لان انا فعلا يعني احيانا انا بقول، يعني لو قلت كلام بقول اجمل كلام، واحيانا بقول قصص كمان، لان انا بحب اكتب قصص وكده. فانا ممكن اعمل قصه كده اللي هو
ومن قلبي فعلا، بتبقى حاجه انا بقولها من قلبي فعلا. لكن مش كتير. يعني انا لو قلت بقول كلام قوي قوي لكن مش كتير. برضه الواحد ما يبقاش عمال على بطال عمال بيقول وكده، لا يقول لما يبقى حاسس، واحيانا برضه يقول لا يعني عشان احس الانسان اللي قدامي ده انا مكتفي بيك، انا بحبك، انت بالنسبه لي كفايه. والله انا في اول العلاقه اللي انا كنت فيها انا يعني لحد ما كنت كويس. يعني في اوقات انا كنت باجي فيها بقى اللي هو بسبب حاجات كتير بقى كانت بتأذي الواحد او بتوجعه، فبقى انا عارف ان انا بعمل الحاجه دي وانا مش، لا ده مش كويس. انا غلطت هنا وكده، بس اللي هو يعني بتبرر لنفسك ان هو بسبب اللي انا شفته وكده. ده مش صح طبعا. لو انت ما كنتش مرتاح كنت مشيت احسن، لكن ما تاذوش عشان هو اذاك، او ما تبقى او ما تتعاملش بطريقه مش نفسك، مش بتاعتك، علشان لمجرد ان هو طالما هو بيعمل كده طب انا هردها له. لا بلاش الانتقام ده. حاول تتكلم معاه كذا مره، تقول له ده بيضايقني، ده بيزعلني. طب ما تحاول احنا بنحب بعض، يعني لازمتها ايه ان احنا نقعد نأذي بعض ونقعد نعمل كده في بعض؟ ما كانش فيه نتيجه، خلاص. زي ما قلت الواحد ما يخافش من الواحد، الواحد مش وحش والله العظيم، مش دايما الواحد بتبقى وحش. الوحش فعلا ان انت تبقى مع انسان بس حاسس ان انت لوحدك برضه، او حاسس ان انت مش مرتاح او مش على طبيعتك. فلا، ان انت تبقى لوحدك، تطور من نفسك، تحاول تعرف ايه اللي انت عايزه وايه اللي انت محتاجه. هتلاقي الشخص اللي شبهك في يوم من الايام. لكن ما تبقاش بمجرد ان انت خايف من الوحده فتعيش مع الشخص الغلط، لمجرد ان انت خايف ان انت ما تلاقيش حد احسن منه، او اللي هو لا خلاص ده انا عرفت طباعه، او ده انا شوف ده انا اخدت معاه طريق طويل فاكيد مش هبدا من الاول بقى مع شخص. لا، انت ممكن والله تبدا مع شخص من اللي انت انتهيت مع التاني ده، بس على الاقل الشخص ده فعلا هو كده، يعني هو كان طبعه كويس وان هو سوي. لكن انت الشخص اللي انت بقى اخدت معاه الطريق الطويل ده ممكن يرجع تاني اوحش من الاول. وانت هتشوف ده لو هي فعلا حاجه كانت في طبعه وقال لك وانا هعمل وهتغير وكده، هتيجي تبص هتلاقيه في وقت الحب قل فيه، او حصل حاجه، او حد اتكلم، او شاف الطبع اللي هو كان بيحبه ده تاني في حد، ممكن يرجع له. فالحاجات اللي هي الكبيره او كده دي ما الواحد ما يتنزلش عنها. ولو ما لقيتوش هو اللي بيحاول يتغير من نفسه، هي دي الحاله اللي انا بقول الواحد يمشي فيها ما يكملش. لكن انا شايفه بحاول وكده، لو وقع معلش لا اسنده انا عشان اكمل معاه. زي الراجل بيشرب سجاير وكده، لكن هو بيحاول يبطلها فعلا، وهي بتساعده على كده، وهو من جواه بس شرب سيجاره لا نرجع تاني. طبعا مش مبرر لاي حاجه من ده، كل ده غلط. بس انا قصدي يعني طالما الشخص بيحاول انا احاول برضه معاه. يعني لو انا بحبه فعلا وهو لقيته بيحاول يتغير من نفسه، انا يعني احاول اغيره واشجعه. لكن انا عمال اقول له لا اتغير، لا ده انت فيك، ده انت صفاتك، ده انت طباعك وفعلا مش كويسه، والكل شايف انها مش كويسه، لو هم اسوياء او كده بيتكلموا لا انا زي ما انت تاخدني كده اتغير، انت عايز تلغي شخصيتي ولا ايه؟ ده تقول له والله العظيم طلع بره حياتك، ما تقرفش نفسك. وبص بحاسب نفسك برضه، شوف لان ممكن ابقى انا اللي مؤذي، ممكن انا اللي بعمل ده. فكل واحد يقوم شايف كده انا يعني مش ممكن انا وانت، اكيد كل واحد فينا في حاجات بيبقى مؤذي فيها. فانا اشوف ايه اللي انا بعمله بيوجعه، احاول ما اعملوش. انت بتحب الشخص ده ليه اذيه؟ فالواحد يحاول يغير من نفسه للاحسن، ولو لقى حد بيحبه بيحاول يغيره ما تفرطش فيه ابدا. لكن شخص بيقول لك لا خدني زي ما انا وعادي، وانا صفاتي وحشه وانت خدني بصفاتي الوحشه، لا ده مش هو ده اللي تكمل معاه، لان ده مش عايز يحسن من نفسه، لا لنفسه ولا علشان. فبس، والواحده مش وحشه ولا حاجه، عادي اهوت. ما انا هنا الواحد قاعد لوحده والله العظيم. واصلا انت لو ما عرفتش تستمتع وانت لوحدك يبقى انت مش مستعد ان انت تدخل في علاقه. انت مش متصالح مع نفسك، ما بتحبش نفسك. اروح ليها اخش علاقه وانا اصلا يعني انا احيانا ببقى بهرب من الوحده، انا اروح اختار اي حد عشان بهرب من الوحده. لا انت كده انت غلط. لكن انت لما تبقى انت انسان ليك حياتك، ليك شغلك، ليك نجاحاتك، ليك صحابك وحبايبك وليك اهلك، عايش حياتك، عايز بقى اتجوز واكمل مع شخص وكده، دي حل. لكن انا عمال ما فيش حاجه في حياتي فعايز ادور على شخص يبقى هو كل حاجه في حياتي، غلط يعني. لا صدقني، يعني لازم تحسن من نفسك الاول قبل ما تروح تختار وتعرف تعيش، يعني تعيش لوحدك وتستمتع بالوحده. لان في اوقات كتير جدا هتبقى لوحدك فيها. لازم الواحد يتعود يسافر لوحده، تاكل لوحدك، تتمرن لوحدك، لان انت ممكن تقعد تفضل مستني مين اللي ينزل معايا التمرين، مش هتلاقي حد، فهتفضل قاعد. مين بس يشجعني على الشغل ده، مين اللي هيبدا معايا
المشروع الجديد، مين اللي هيعمل معايا البيزنس ده. مش هتبدا اي حاجه طول ما انت قاعد مستني، لان كل واحد عايش في حاله، ومش مش دايما هتلاقي الشخص اللي يشجعك على حاجه. ولو لقيته النهارده ممكن بكره ما يبقاش موجود، فما تبقاش انت اعتمدت حياتك كلها علشان. لا، اعمل كده عشان نفسك. انزل اتمرن لوحدك، سافر لوحدك لما تحب تسافر، اخرج لوحدك، حب نفسك وعيش فيها. لازم اصلا ده حتى الواحد يتكلم مع نفسه. لازم الواحد من وقت للتاني يقعد يراجع نفسه ويتكلم مع نفسه ويحاسبها ويشوف ايه الحاجات اللي هو محتاجها فعلا، وايه الحاجات الكويس فيها، وايه الحاجات اللي مش كويسه، حاول يغيرها. لكن لازم تتصالح عادي مع ان انت ممكن تبقى لوحدك لحد ما تلاقي شخص مناسب، لحد ما تفضل تتمرن لوحدك لحد ما تلاقي زميلك اللي في الجيم اللي بينزل يتمرن معاك، او في ايا كان الرياضه الفرديه اللي انت بتلعبها. وبس. احنا مش ضحايا يعني، احنا برضه فينا حاجات وحشه، فالواحد يركز على نفسه ويحسن منها. ولو في علاقه مع شخص كويس نفس بيه ما تسيبوش، وحافظوا على بعض، محدش يأذي التاني. هي الدنيا مش مستاهله، هي فيها الوحش كفايه. بس صور لكم المكان، انا طبعا صورت لكم ده الفيو. والله انا مأخر الفطار علشان اعمل الفيديو ده، ونبقى نقول لهم ان هو المفروض اصلا الفطار كان المفروض هيجي الساعه 9. الساعه كام دلوقتي؟ الساعه تقريبا بقى 11 اهي، 10 ونص. على ما يجيبوا بقى فطير والحاجات اللي هي الجامده دي. يلا.